اهلين عمر. كيفك اليوم؟ شو بك؟ بصراحة مو منيح. ليه؟ هي عيادة قررت تفتح وعلى الجامعة ورجعت وما صار لك بالبلد شهر. مشكلتي هي العيادة. اسمع نصيحتي، بعيد عن قلب البلد. انت بتعرف وانا بعرف، الدكتور الشاطر الناس بتروح له وين من كان، صح؟ بس يا عمر انت بتعرف كل شيء بسعره. يعني وقت المريض بيجي لعندك على عيادة بنص البلد ما بيكون عنده مانع اذا دفع اجرة معينة غالية. وقت بتكون عيادتك بالضواحي فحكما اغلب المرضى اللي راح يجوك ما معهم اجرة معينة. طيب شو صار بالدلالين اللي حطيت اخبار عندهم؟ الشيء اللي مدوخني هو الدلالين. ما عم لاقي واحد صدق فيهم، واذا ما تحركشت فيهم كل يوم ما بيتذكروني. اخي هي البلد هيك، بدك تشتغل كل شيء بايدك. طب وبعدين انت بدنا نصير؟ اصلا هذا اللي نزعك، المفروض ما كانوا يبعثوك لامريكا تدرس هنيك. يعني حضرتك ما درست هنيك؟ درست، بس انا ما عم مثلك. بعدين انا وضعي مريحني واختصاصي ما بده عياده بعد الظهر. تعرف عمر، احيانا بندم لاني درست هذا الاختصاص، واحيانا بقول لحالي ظرف البلد هو يلي ما خلى الناس تجي على الطبيب النفساني. اشكر ربك يا رجل، الناس على دكتور الاسنان ما عم بتروح لحتى تخرب كل اسنانها ومع ذلك عم بيفتحوا عياده. اتنازل لك شوي ومعك بصير لك اسم. حبيبي ما حدا بلش كبير. يبدو الفرصه ما بتجي للواحد اكثر من مره يا عمر. بالمناسبه شو اخبار ياسمين؟ شو جاب على بالك هلا؟ ابدا، بس الفرص اللي عم تحكي عنها هلا. وكنت متوقع اني اقبل اتجوزها وابوها يفتح لي عياده ويعطيني بيت ويصير صهر عيله. هلا لا تعيد وتفتق بنفس السيره، انت اللي فتحت الموضوع. بعدين دكتور لا تفكر حالك لو بقيت هنيك رح يكون وضع احسن. انت بتعرف ان المنافسه صعبه وكونك عربي هذا الموضوع بيزيد الامور اكثر تعقيدا. قوم خيو، انا عازمك على غدا على حسابي، شرف. ماشي. هي ابو صبري صاحبك، خلي يبيعك البيت تبعه. لك يا منظوم عم قل لك بدي شقه غرفتين ثلاثه بالكثير، بتقول لي بيت ابو صبري؟ هلا المشكله بالغرف ولا خايف تسكن فيها ابو معروف؟ خلاصته ابو سامر، تاخذ الدكانه داكيشه والفرق بندفع لك اياه كاش. ما بينفع الحكي لك ابو معروف، بهالايام ما عاد حدا داكش. بعدين لا تنسى شغله، دكانتك موقع مقتول ما بتسوى فرنك. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني يا ابو سامر بدك تسكرها من كل الجهات بوجهي؟ اسمع لك ابو معروف، انا حابب اخدمك لوجه الله تعالى. اذا بتعمل يلي بقول لك عليه بقبل داكش على دكانتك. شو هات لنشوف. رح توصل رساله صغيره لابو صبري. لك يا منظوم يا محترم، بيته عندك وانت اللي عم تبازر عليه، احكي من تمك لتمه، بعدين من تمك احلى يا كحلى. لك هلا انت اعمل اللي بقول لك عليه وبلا كتر الحكي كله. لك ابو سامر لا يكون شيء بضره لابو صبري. ما بيضر حدا، المهم انه انت تنتفع لك ابو معروف. بس هذا صديق عمري. لانه صديق عمرك انا حابب اخدمه، بس هو راسه يابس وما بيقتنع. طيب شو بدك اقول له؟ لمح له تلميحه انه يمر لعند ام نوري. ام نوري الساحره البصاره؟ ايه ام نوري الساحره البصاره. إيه لا سيدي غنانا الله. واترك دكانتك لكن على حالك. إيه طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام نوري ما غيرها الساحره البصاره. العمى شو صار فيه؟ لك حبيبي لا تشكي لي لا ابكي لك، الله وكيلك كان الفن حلمي بالخيال وبالواقع، وهلا لولا الحياة والخجل كنت اشتغلت كومبارس. لك اني بدي اشغل عازف عود. يا خوفي بعد سنتين ثلاثة يلغوا العود من الموسيقى. يعني اذن العمل اللي طلعته راح الفاضي. وين بده يصرفوا هذا اذن العمل؟ اذا اصحاب النوادي الليلية هن اللي عم يشغلوا العالم، ما بدهم عود، هن لاحقين ورا هز البطن. والمصاري اللي حطيتها هيك راحت يعني؟ اخي اذا بدك مصاريك لا تسمع. لا يا بدي شو بتحكي انت يا زلمه؟ ولك نحن العلاقه بيناتنا اهم من المصاري. بس لو ارتاح من اجرة الغرفة كله بيتدبر. دخيلك على اساس هي اللي ساكنه اسمها غرفه، حدا بيسكن باخر الجبل. وقت اطلع لعندك بدي اكل لي وجبه هيك دسمه مليانه فيتامينات وبروتينات لحتى اوصل لعندك. يا لطيف، على اساس انه غرفتك انت انظم، إيه كل ما واحد فات ولا طلع بيعملوا معك تحقيق، وانت ما شاء الله مضياف يعني. وخاصة الزميلات. لا تذكرني بالزميلات، هذيك المره كان رح تصير مشكله لاول ما لاخر. والله شو احكي لي؟ لك هي صاحبة البيت معقده ومعده مثل ما بتعرفها،
كل ما بتيجي لعندي زميلة بتفكر في إنا بالموضوع، وهيك عم يروح الصالح بالطالح. هلا خلصني يعني بلا مقدمات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو صبري بكشي؟ اشرب المي اشرب. ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعي نامي رجعي نامي. طب لك شي شغلة؟ لا لا رجعي نامي، كتر خيرك. أهلين أهلين رياض حبيبي. لا أزعجني ولا شيء، كل البنات نايمين. حتى لو فيقتني صوتك أحلى بالليل. تعرف هي أحسن شغلة عملتها إنك جبت لي موبايل. لا يا ستي، هي مو أحسن شغلة، هي أسوأ شغلة بيعملها بني آدم عاقل. وأنت شو دخلك بيني وبين رياض؟ دخلني إنه عندي محاضرات الصبح ولازم نام. لا ولا على بالك، هي زميلتي بالغرفة، وحدة معقدة. أنا معقدة؟ لك المعقدة اللي بتزعج العالم بالليل وبنهار. لحظة رياض، كله من جكرك ومن غيرتك، لأنه ما عندك رفيق يدقلك بالليل. حتى لو عندي رفيق مثل حضرتك كذاب وشغلته يقرقر حكي بنصاص الليالي، ما بخليه يتصل ويزعج زميلاتي. ايه رياض، لا خليك عم تحكي. هي علينا وبعدين بقى. ما بدك تسكتي بقى لنخلص هالمخابرة؟ لا ما بدي اسكت، وخلي رياض هاد تبعك يسمع. وطي صوتك يا بلا ذوق. ولك انا بلا ذوق يا قليلة الترباية؟ ايه رياض الو هي انقطع الخط مشانك يا غيورة يا معقدة. انا معقدة يا بلا ترباية؟ على كل المو طويلة نخلص منك، كل هالسنة وبتتخرجي وبتنقلعي من عنا. مين قال لك رح استنى سنة؟ بيكون احسن. ذوق. وجدتها، لقيت الحل. حل شو انت الثانية؟ يعني ما خلصنا من تليفونات نورة طلعتي لي انت؟ اوف، هلا بتطيري الفكرة. هي ما شاء الله ما بتجيك الافكار الا بنصاص الليالي. طبعا now or never. شو بنا ابو صبري؟ هي 10 مرة برجع لك، خليك معي. خليها لربك يا مواطن. صار لي كم يوم ما اعرف نام. لا مو بس هيك، ومقضيها على احلام مزعجه وعلى كوابيس، احلام مزعجه وكوابيس، احلام وكوابيس. خير ان شاء الله. ومنين بده يجي الخير؟ البيت جاب لي العين، جاب لي وجع الراس، رفع لي السكري ورفع لي الضغط، وفوق منها احلام مزعجه وكوابيس، احلام مزعجه وكوابيس. طيب صاير شيء ابو صبري احكي لي. لك البيت لا كان ينباع ولا كان ينشرى، والشاطر بيقول مرصود ومسكون، والغانم بيقول الله يعينه على قلبي. لا حول ولا قوة الا بالله. ابو صبري انا رح دلك على وحدة تسحب اللقمة من تم السبق، وهي بتحل لك المشكلة. بس ما تكون منوري، ترى المرة الماضية سحبت لي روحي من مناخيري. لك اخي شو فيها؟
تضرب فال وبتحسب لها. شو بنا ابو معروف؟ اخرتنا عند البصالات وضربات الفال وضربات الصخر. ابو صبري رؤساء دول عم يروحوا لعندهم ويسمعوا لهم ويقرروا مصير دول وامم. والله يا ابو معروف ماني عرفان شو بدي اعمل. الاولاد كل واحد ببلد وبيقولوا لي دبر حالك دبر حالك. واختك ام صبري مو رضيانه ترجع تسكن بالبيت العربي. قال شو واسع واسع كثير عليها، والشقه اللي ساكنين فيها مثل علبه الكبريت. الله يعين الناس على الشقه اللي ساكنين فيها، الله يكون بعونهم. يا اخي ما خلطت مشتري شغله الشقه هاي. والله ام صبري ما حاحق، فعلا بيت كبير وبده 10 لفايات ما بيصح. يا الله شو وين، خلينا نكمل برديه ابو صبري. اتركني بهمي الله يخليك. شيء لو خلينا نكملها. يعطيك العافية. أهلين أم خليل، تفضلي. الحقيقة يا أم خليل شغلتك صعبة كتير ومعقدة، بس اطمني كل عقدة وإلها حلال. بس في شوية طلبات طلبون الأسياد، دستور مخاطرهم، بتأمني لي إياها وإن شاء الله ما بيصير إلا الخير. دستور. تفضل. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله فيها العافيه. الله يعافي قلبك، خلي لي اياك يا ربي. ابو صبري شو صار معك مشان البيت؟ ما صار شيء، صرت عم اشوفه بمنامي. شو رايك ناجل هالبيت اللي ساكنين فيه ونرجع نسكن بالبيت العربي؟ اصلا باليوم اللي تركناه ما شفنا الخير. يا ابو صبري رجعنا نفس الاسطوانه، انا هون مرتاحه ويا دوب عم بقدر نظف الشقه، وين بعد هالعمر بدك ترجع تنقلني للبيت العربي الطويل العريض؟ طيب شو رايك نرجع على البيت العربي ونأجر معنا عيال منهم بيساعدوكي وبيسلوكي وبيسقوا معك الزريعه. يا حبيبي باخر زماننا بدك ترجعني كاني ساكنه باوتيل، الفايت فايت والطالع طالع. الله يخليك ابو صبري، روح لعند ابو نوري بركي بتلاقي لنا حل هالمشكله وبنرتاح بقى. لك يا ام صبري يا روحي يا عيني، لك اولادنا دكاتره ومهندسين. اذا رحنا لعند هيئه النوري الناس شو راح يحكوا عنا؟ شو راح يحكوا؟ ابو صبري هلا انت الصح وكل الناس الغلط. اي والله سمعنا عنها العجايب. اسمع مني روح لعندها بركي بتلاقي لنا حل هالمشكله، يا من بيعه يا من اجره وكان الله بيستر عليه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شو لوين رايح؟ بدي اوصل لعند ابو سامد، بدي اشوف شو صار معه. يا ابو صبري يعني شو بده يصير معه؟ لو بدها تشتي كانت غيمت، طب انت شو خسران؟ روح لعند البصاره ام نوري. يلا يا صالح باين لياقتك عم تتراجع كثير. اي والله يا كابتن انا ما حلعب معكم السنه. لك يا اخي ولو ما عم تلعب هالموسم بس رح خليك على الاحتياط. الشغله مو هيك كابتن، الشغله انه انا عم بشتغل بعد الظهر، عرفت علي شلون؟ اخي شغل ورياضه والله ما بتزبط. هلا بجوز بكره تلعب ضد حطين حسب ما يشفى احمد من اصابته. ان شاء الله يشفى. تعال شوي. بكره بجوز يجي نادي حطين، قال لي المدير مشان اعتذر منك. بخصوص شو كابتن؟ مشان ما تنام بالنادي الليلي، بدهم يرتبوا المطارح للضيوف. إيه بس انا بالاصل ما عم نام بصاله الضيوف. وين ما نمت رح يفكروا لعيبه حطين انه خليناك حتى تتجسس على خططهم. ايه كابتن شفناهم فوق شفناهم تحت. سيدي هيك بدها الاداره، دبر حالك هاليومين يا اخي عند حدا من الشباب، عند ابن عمك سمير مثلا. ايه خلص كابتن نزار، ما عاد نام بالنادي بحياتي، قولها من الاول وخلصتي لك عمي. لك يا صالح صالح. هذا وضع عام يا ميرنا، وكلها كام شهر وتقدمي فحص بتتخرجي، وساعتها لكل حادث حديث. يا عادل انا ما عاد طقت هالعيشه. تخيل 4 بنات بالغرفه، يلي بدها تطبخ واللي بدها تدرس واللي وبعدين. طيب كيف كنت متحملي 3 سنين وما كنت تدرسي الا هنيك، وما شاء الله كل سنه بصف؟ ما بعرف، بجوز لانه السنه تخرج خايفه. طيب
لاقي لك شغرفة واستأجريها وزمشان الإجراء أنا جاهز. لا أعوذ بالله، ما بقبل. عزيزتي أنت بتعرفي إنه رح نتجوز سنة سنتين وخلص، يعني مصيرنا واحد. خلص عادي، مشان الله لا تحرجني. كيف يعني ما أحرجك؟ مو مشاكلك مشاكلي وما رح تكسرني 2000-3000 ليرة بالشهر. خلص انسى الموضوع. هلا قلي شو صار معك اليوم بمحكمة الجنايات؟ شو بدي أحكي لا أحكي؟ اليوم إجا واحد قاتل مرته. قاتلها يعني مموتها على الخالص؟ يا ريت موتها بشي شغلة عادية، مسدس، سكين. لكن بشو؟ يا ستي موتها من الحب. هلا بلا غلاظة، احكي عن جد. هلا كيف عرفت؟ كيف دريت؟ مو شغلتك، المهم انت تعملي اللي قلت لك عليه. بس انا ما بقبل اسرار زبايني تطلع لبرا. اطلعي من هالابواب لك ام نوري. اذا ابو صبري قلبه طيب ومصدق، انا ابو سامر يعني هيك حيل ما بتمشي علي. وانا شو طالع لي من ورا هيك شغله؟ كوميسيون، بيطلع لك كوميسيون مرتب. هذا طبعا اذا بعنا البيت او اذا انا اشتريته، وقت بينزل سعره شوي يا ام نوري. وبلكي ابو صبري حس على الطبخه، وبلكي من الاصل ما اجى لعندي. هي اتركيه علي يا ام نوري، الطبخه طبختك وانت وشطارتك، المهم تلاقي لنا تصريف لهالبيت. ومين بيضمن لي حصتي؟ عم حكيكي كلام شرف، كلام شرف يا ام نوري. ابو سامر، حارتنا ضيقه ومنعرف بعضنا. القصد ما فيني جاوبك لشوف ابو صبري. والعرض اللي قدمت لك يا شغال يا ام نوري، ورقم تليفوني معك، تبي احكي معي. يلا خاطري. وبعدين معالية المسجلة، وبتعرفي بنت عمك عم تدرس وهي مستحية تقلك؟ شو فيها مرت عمي؟ عم ساوي رياضة. وضروري تسمعي الجيران انك عم تلعبي رياضة؟ وكيف بدي العب رياضة؟ وبطل مسجلة، لازم تعرفي حضرتك انه لهالبيت له ظروف وخصوصي هالسنة. بعرف سمعانته لهالموشح، عندكم بكالوريا. شو يعني عندكم بكالوريا؟ هيدا بنت عمك ولازم انتي تقدري ظروفها. قولي انك ما طايقتيني بهالبيت وخلصنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هلا هذا اللي فهمتي من الحكي؟ الحديث ما بينفهم غير هيك. هلا لانه انا خايفة عليكي وبتهمني مصلحتك؟ مرت عمي الله يخليكي لا تعيدي لي هالاسطوانة، لانه المكتوب مبين من عنوانه. بعدين تعرفي شو؟ ان شاء الله ما عاد تشوفيني عم برقص نهائيا، لاني رح اغير كل هالسكنة. وعلى فكرة توب شي قلبي شو حنونة. ابو صبري تفضل. السلام عليكم. اهلين ابو صبري، تفضل. شكرا. طالعك اليوم كتير 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 منيح يا ابو صبري، برجك باجمل حالاته. طاقة السعد انفتحت لك اليوم يا ابو صبري. أنا خايف يا أم نوري ينفتح باب قبلي على أيديكي. القمر اليوم ببرجك، وانت بالعشر الاول رح تنفتح لك طاقة السعد. اليوم وضعك ممتاز وعندك مشروع لازم تعمله. ما عندك وقت تفكر يا ابو صبري، لازم توهب البيت ببلاش. قدامك 6 شهور و6 ايام و6 ساعات. هالشي لازم يصير قبل ما يصير الكوكب الأحمر وكوكب الناموس على رجل وحدة مع كوكب أبو دنب. دخليك هدول إمتى بيصيروا على رجل واحدة؟ أبو صبري لا تسأل كتير، بتتعب وبتتعبني معك. اسمع، قدامك 8 ساعات لتنفيذ مخططك، وإلا لا
صاحبه هيك بده لك عيني. انت شوف مصرياتك ورد لي خبر. ماشي ماشي طيب، اذا قبل بنقعد على البازار برد بخبرك. ايه ميسرة. مع السلامة عيني، مع السلامة. لك يا ميت أهلين وسليم عمي أبو صبري، لك والله حلت علينا البركة. أمرني أمرني. الله يبارك فيك أخي، إلك لما الديب خس الديب عمي أبو صبري من شان البيت. الله يرضى عليك عمي أبو صبري، هذا البيت لا عاد تجيب لي سيرته، كل ما تجيب لي سيرته بس يا أبو سامر ما ضل شيء ما عملته لحتى بيع هذا البيت. لك كل شيء متعلمه من خزع اولاد من هالصنعه هي، وتلبيس طوائي جربته وما مشي الحال. ابو صبري بيتك مشبوه، اخي الناس كل يوم بيعملوا الف حكايه وحكايه على هذا البيت. إيه بس هالمرة غير شكل، راح أرجيهم إنه كلامهم كله ما له أصول بجوب. شلون بقى؟ يا سيدي راح أجر البيت شي كام شهر من غير مصاري، يعني هيك بلوشي حسني على الرواية. سلامة عقلك ابو صبري، لك فهمني انت شو صاير بك اليوم؟ شو عالي يا أخي، عم قال لك راح أجره حسني على الروحي، وين المشكلة؟ دبرني. على عيني يا ابو صبري، هي شغله بسيطه. هلا بجيب لك 100 واحد بيقتلوا حالهم على البيت. بدي 9. شو امرتوا سيدي؟ عم تقول لي 100، عم اقول لك 9، لانه البيت ما في غير 9 غرف. ماشي الحال، على قولة المثل قال اربط الحمار محل ما بيقول لك صاحبه. عمي ابو صبري انت روح على البيت هلا ارتاح، وانا ان شاء الله بهاليومين برد لك خبر. شو يومين ما يومين حبيبي، بدي الموضوع ينتهي كله ب8 ساعات. لا يعني انت مو شايف 8 ساعات كثيره شوي؟ الله يرضى عليك لا تتمألس علي بنوبة. لا تجنني يا ابو صبري، هلا انا اللي عم نتمألس ولا انت؟ اخي انت مو بدك كوميسيون؟ على عيني وراسي، راح اعطيك احلى كوميسيون. هلا انت عم تحكي عن جد؟ لك جد بجد؟ على عيني يا ابو صبري، لك على عيني يا ابو صبري. الو مرحبا، من بعد اذنك الغرفه 214 الان سميرنا. بس الطلب يا ابني يوم الاثنين بنفس هذا الوقت، الاسبوع القادم، الجمعه الجايه. نبيه مازن انتبه لنفسك يعني. شكرا. مع السلامه. تفضل. شكرا استاذ. يعطيك العافيه. انا بدك شيء استاذ؟ مع السلامه. مع السلامه. ما بدك تنزل بعد تجيب لي اغراض الغداء؟ ما شفت الطلاب يا دوب اطلعوا. استعجل شوي. شو بدك؟ بدي كوسه محشي، بعدين تعيدي صرفها بهالدروس الخصوصي. حيرتشيني اليوم بدك او ما بدك؟ بدي بس مو عندنا بالبيت، حاكي بالبيت يا دوب وسعنا. يعني مالك مرتاح؟ لا ماني مرتاحه، ما تروح لعندهم على البيت وتدرسون. معناتها بدك يعني اترك الدروس الخصوصيه، اساسا انا كنت ضد هالفكره هي، لولا لاعب ما في انتبهت. لكن حياتي بالبيت ما عرفت تنطق. طبعا حبيبي طبعا، انت بكل شغله بتعمل لي محاضره. بس لا شيء زياده، انا بورجيك. صباح الخير أيها الخضري. سلمي. صباح النور، بس هي الأخرانية ما فهمتها. أية أخرى يا رجل، أية أخرى؟ إيه هلا فهمتها. شو بتريد أخي؟ أريد كيلوين من الكوسة وكيلوين من البندورة ونصف كيلو من الفلفل الأخضر. فلفل أخضر ما عندي، يمكن تلاقيه عند السمان. وما هذا الذي في الواجهة؟ بسلامة نظرك هي فليفلة خضراء. هذا هو طلبي يا رجل. لكن ليش هيك عم تعوج لسانك؟ أنا لا أعوج لساني،
إنما أنتم عوجت عقولكم وألسنتكم ونسيتم لغتكم الفصحى. لا تزل لي شيئا أيها الخضري، لا أريد أن أبتاع شيئا من دكانك. طول بالك روحي، طول بالك. ماذا تريد أن أوزن لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أمري إلى الله. كيلوين من الكوسة، وكيلوين من البندورة، على عيني، ونصف كيلو من الفلفل الأخضر. على راسي. يعطيك العافيه اخي ابو راتب، ما تاخذني يا اخي الله يخليك. من بعد اذنك بدي شيكليين ليمون يكونوا على كيفك خرج العصر. بدك تطول بالك شوية علي أبو صبري لخلص من إيدي. وماذا أيضا يا أخي؟ نصف كيلو من الفلفل الأخضر. شو الأخ صحيح؟ لا، أنا أستاذ في اللغة العربية. يعني بتعطي دروس خصوصي أستاذ؟ نعم. دخيل عينك، مالك بحاجة إلى شي غرفة هيك يعني خرج تعطي فيها دروس أحسن ما تروح لعندك على البيت الناس، أو أنت تروح لعندهم على البيت تعطيهم دروس؟ وهل عندك هذه الغرفة؟ طلبك عندي أستاذ. وكم أجرتها؟ الأجر على الله. امشي لأجيك إياها بالأول وبعدين نتفاهم. غرفة ببيت عربي بيشرح الصدر، سواح نواح. تفضل تفضل. عم تاخذ الزباين يا أبو صبري؟ ها؟ أي شواربي إذا ما بحط لك الليمونات من العتق. مو معقول ابو سامر، شو الحكايه؟ مو معقول. عيد علي بالله. عيني صالح، مبرى لساني وانا عم اقول لك ببلاش. الرجال ما بده مصاري. اكيد. يعني ما في كان ماني بالنص. ايوه، اذا قصدك مشان الكوميسيون لا يكون لك فكره، ما راح يدفعكم ولا فرنك، هو اللي بده يدفع. والله ما بتتصدق. وين راح ابو صبري الله؟ راح يعمل له فتله وما تقول غير اجا. طيب ما بدكم دبلكم عالم؟ لك شو مفكر؟ صار لنا من الصبح عم ندور على عالم. هذا التليفون ما هدي، ما هدي من المكالمات. على كل نستنى شوي لحتى نشوف شو صار مع ابو صبري. والله مالي مصدق حالي يا ابو سامي. لك شو بك اخي صالح؟ ما انت مدبر حالك وعم تنام بالنادي؟ ايه بلا مزبوط. امبارح اجى لعنا فريق حطين من اللاذقيه زياره، ما صار في مطارح بالنادي. يعني بيقولوا الضيف ابدع. ايوه، اهلين اهلين ابو محمد. والله الحمد لله. لك مثل ما قلت لك الرجال ما بده مصاري. ايه على عيني. شو اسم؟ يلا لحظه، شو اسمها؟ زينه. تكرم عينك. لك ايه مثل ما هي غاليه عليك رح تكون غاليه علينا. ماشي، بس الله يرضى عليك قبل الساعه 2. مع السلامه. لك خلص حاجة توصي تكرم عينك. مع السلامة يا أبو محمد. يا هلا. شو ابو سامر في بنات معناها؟ لك الله يساعد العالم لك ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية يا أبو صبري. أهلا وعليكم السلام. يا هلا أخي. يا سيدي هي زبون جديد الأستاذ زيادة. يا ميت أهلا وسهلا. أنت شو صار معك؟ يا سيدي في صالح وهي الأستاذ زيادة 2، وفي عنا بنتين 4، وأبو نضال الدلال بعت لنا الدكتور محمود صاروا 5. أيوه. عمي ابو صبري انا بدي اشكرك كثير من جوات قلبي الحقيقه. لا لك لك فكرة. فهمت لك صالح على الموضوع؟ ايه فهمته انت للاستاذ. ايه موافق. نعم وافقت. يا اهلا اهلا. الاستاذ اصبح كم واحد بقى بدنا؟ يعني عندنا 5 صار بدنا 4. بدنا 4 اصبح لحتى روح اعمل لي فتله ثانيه وشيء. اسمح لي ساعدك عمي ابو صبري، انا معي سيرفي. لا اخي صالح، هلا انت والاستاذ بتمضوا عندي العقود وبعدين بتروحوا. ايه مثل ما بتحب. الله معك ابو صبري. سلام. انتبه على السيارات ابو صبري. لا حول ولا قوه الا بالله. مع السلامه. شرفوا عدو اخي، شرفوا لحتى نمضي العقود. يلا يا ميت اهلا، يا ميت اهلا وسهلا. هلا فريق اول لما فريق ثاني انا؟ فريق ثاني يا صالح. فريق ثاني. انت الكابتن ابو سامر؟ كابتن. شوف لي هيك تمام بالله. هات شوف.
ابو سامر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الانسه زينه من طرف ابو محمد. مزبوط، جميل. حكى لي ابو محمد بس ما صدقت. جميل. ممكن تحكي لي الموضوع بالتفصيل؟ صالح روح حبيبي انت. انا بدي استاذن لانه عندي شغل شوي. بدك شيء ابو سامر؟ لا لا سلامتك عيني سلامتك. روح حضر اواعي. على راسي. مع السلامه. يلا تشرفنا فيك يا انسه زينه. اهلين. اهلين فيكي. يلا بالاذن. مع السلامه عيوني. يلا مع السلامه. يا هلا. اهلين. مين الشاب؟ تفضلي تفضلي ارتاحي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بتحبين نسقيكي شيء بارد ولا شيء سخن؟ مانجا لو سمحت. مرحبا لك يا ابني. الله يبعث لك يا عم، الله يبعث لك. الله يبعث لي. لا يا بنتي انت فهمتيني غلط. انا بدي اسالكم سؤال، بدكم بيت للاجار شيء؟ لا عم مشكله. انا عندي بيت للاجار ببلاش. لا بلاش ولا بنصري. شكرا ابو سامر، يسلموا هالايدين. العفو بس اسف زينه لا تنسي موعدنا. لا خلص اكيد ما بنسى. مع السلامه. يعطيك العافية. مع السلامه. ابو سامر، شايف هذا الشاب اللي هنيك واقف؟ صار له لحاني من وقت ما جيت لعندك. شو بده منك لحتى لا؟ ما بعرف بس زعجني كثير. بتعرف شو؟ خبيت له حجر ناوي يفج راسه فجفي. لا تنوتي ايدك فيه، انا رح اشوف وشوف شو بده. شوف لي احسن ما انزيها. ضلي لا ترضيني. يا اخ مرحبا. شو بدك من الانسه؟ أنا أنسى. الانسه اللي واقفه هنيك. إيه وأنت شو دخلها؟ انا انا ابوها. إيه تشرفنا. لك انت ما بتستحي لحتى لاحق على البنت؟ لا تكبر حكيها، الشوارع مو ملك حدا. لا عن جد ما بتستحي، لك لو كان فيك شويه خجل ما كنت بتلحق بنات الناس. قلت لك لا تطول لسانك. ها على مهلك لك يا عيني على مهلك. لك البنت مستوره وجايه عم تدور على غرفه لتستاجر، شو بدك منها؟ تستأجر؟ ايه يعني أوضاعها مو تمام. درويشه. وأنا قلت لحالي جاي تشتري لها شي بيت، باع لها شي بيت. شو لا تكون انت يعني؟ لا ترجع تغلط. ها ايوه. طيب قلت لي جاي تستأجر. ايه يعني على بالها؟ ايه ليش لا؟ شرف معي على المكتب لحتى نتفاهم لك. على شو؟ على الغرفه اللي بدي امن لك اياها. ايه تفضل بس ما تكون غالية. ها لا ولا يهمك، غرفه كويسه ورخيصه وبنت ناس. شرف معي لك. يلا. سبحان الله يا انسه زينه، طلع الاستاذ مشبهك لوحده ثانيه. هيك لك كان. إيه لا تواخذيني اختي، افتكرتك بنت عمك. على كل انسه زينه لا تنسي موعدنا. ها ماشي، رح خبي له الحجر يمكن احتاجه. مع السلامه. شرف استاذ. تفضل تفضل. دخيل عينك، دخيل عينك، ما تاخذني، الله يرضى عليك، ما تاخذني، ان شاء الله ما صار شيء. لا بس تلعبجت شوي. انا بعتذر منك كثير. انت لك يا ابني هيك طول عمرك ترسم بالشوارع؟ شوف سقاطي. ما تاخذني، دخيل عينك. في شيء بالشغل بالبيت. الله يعطيك العافيه. يعني لاني انا بسمع انه الرسامين الكبار اللي مثل حضرتك جنابك عندهم مرسم بيرسموا بالمرسم. انت ما عندك مرسم لك ابني؟ لا والله. اصبح اجت على رجليها. شو هي؟ محسوبك العبد الفقير لله في عنده بيت. بيت كبير صلح نوعها. بقى في غرفه خرجك تمام، خرج تعملها مرسم. شو هالحكي؟ ايوه. يعني بتأجرني اياه؟ بأجرك يا حقيقي. تفضل سبحان الله شلون اجت على رجليها. احكي لي. رح نروحك ما تاخذنا. احكي لي. هذا البيت كبير. السلام عليكم. سمير وين؟ سمير. السلام. ابو سمره. شلونك؟ كيف صحتك؟
ليش هذا؟ شبك ليش من جاي؟ وين انت امبارح؟ لا مو ملهواز، امبارح كنت عند رفيقي سامي الجولاب. ايه بدي احكي معك بموضوع. اللي شكلي خيو لقيت غرفة بالاجار، تيجي تسكن معي؟ صالح بتعرفني انا ساكن ومرتاح، شو بدك بهالقصة؟ هلا هي السكنة اللي ساكنة، هيك قد الغرفة ما بتسع للزلمة. كلياتها ب 500 ورقة، قديش بدك اياها لك؟ اخي شوف لنا بركي حدا بده يسكن من الزباين. ضعفي صوتك شوي. ضعفي صوتك صالح، شو بدك بالزباين؟ بعدين شو سكني ما سكني؟ خلص اذا في سعر رخيص مليون واحد بيتمنى يسكن. اذا السعر رخيص؟ ايه خلينا نقعد صار لي ساعة ندور على المحل. حبيبي هاي السكنة ببلاش. شو؟ بلاش؟ كيف صارت هي؟ هلا مثل ما عم اقول لك لا تعمل لي سين وجيم، بدي دبر ناس بسرعة، ما عاد معي غير للساعة 2. حبيبي مين بده يرضى يسكن ببلاش؟ لك حبيبي مو هلا كنت عم تقول لي اذا رخيص؟ قلت لك اذا رخيص مو ببلاش. بعدين ليكون هالشي ملعوب من الاعيبه. بالمناسبة شو اليوم بنيسان؟ خلص بقى انا عم بحكي عن جد. صالح شايف هذاك الشاب اللي قاعد هنيك؟ هذا اسمه مشهور خريج معهد ممثلين وتمثيل ومدري شو، ايه؟ هذا ما ملاقي شغل وقاعد عم يشكي ويبكي، روح بلكي بمشي الحال معه. شو اسمه؟ مشهور. ايه ما بعرفه ولا مرة شايفه. لك إيه هو بس اسمه مشهور، هو ما شغل شيء لسه. ايوه يا سيدي غيره. شو غيره؟ جايين الساعة 12 بدك كان يدبر لك عالم. خلص روح لعنده بلكي شي حدا من رفقاته بيجي معه. غريبة الناس، واحد من لاقي شغل بيجي بيقعد بهيك مطاعم. طيب روح اسأله، ما بتعرف الناس كلها بروزة ببروزة، روح لعنده يلا. يا سميرنا انت تعالي لعندي على المكتب وبنتفاهم على كل شيء. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ هلا صار في مشكلة؟ كنتي قاتلة حالك لحتى تلاقي غرفة رخيصة وبتقولي لي صار في مشكلة؟ طيب مو احسن ما تسكني بالمدينة الجامعية، الناس فوق بعضها على قطع مي وقطع كهرباء و100,000 مصيبة. مختصر اذا بدك الغرفة يا ريت تجي قبل الساعة 2 مثل ما عم قال لك. ايه ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا. لحظة يا سمير، شرف تفضل هون. ايه يا سمير مان، راح استناكي هنا. مع السلامة مع السلامة. اهلا وسهلا استاذي، هلا شرفت. مرمي. انا محمود المواطن. اهلا دكتور، حضرتك من طرف ابو نضال. نعم يا سيدي. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا. مرمي لو سمحت احكي لي بسرعة عن العيادة اللي بدي استأجرها. الحقيقة يعني هي مو عيادة بالمعنى المظبوط. لكن على اي اساس حضرتك بتقطع لي الشغل وبتجيبني لعندك؟ روق روق يا دكتور روق، نتفاهم على كل شيء. بسرعة لو سمحت. العيادة قصدي الغرفة يا دكتور مشترك هي ببيت مع جيران. وهي برايك عيادة؟ طبعا غرفة واسعة واسعة بتجنن قد ما حلوة، وبعدين مطلة على الشارع العام. طيب والجيران؟ يعني قصدي مين هن الجيران اللي ساكنين معي؟ الحقيقة يعني لهلا نحن ما قدرنا نحدد مين الجيران بالضبط. عفوا منك، يعني واضح انه الشغلة مسخرة وما فيها الا تضييع وقت الناس. يا دكتور يا دكتور، على فكرة دكتور يعني انت بأي مجال مختص؟ انا طبيب نفساني. عن جد؟ طبيب نفساني حضرتك؟ لك اكيد بوقتك. كيف يعني؟ تفضل احكي. حضرتك باين عنك طبيب جديد لانه البركة لساتك شاب، مظبوط؟ الحقيقة انا ما صار لي زمان راجع من امريكا، شهر تقريبا. عظيم يا دكتور، معناتها بهمك يكون عندك زباين بسرعة. طبعا. شو بدك احسن من انه تسكن بين 10 جيران كلياتهم بيعملوا لك دعاية وبسرعة فائقة. شو قلت استاذ؟ والله هي الشغله بتحير كثير اخي صالح، يعني هيك سكنه ببلاش حس كانه بالموضوع في فنطي. فنطي؟ عدم مؤاخذة استاذ، يعني لا تاخذ بالكلمة. انتوا الفنانين بتحسبوها كثير، خيالكم بيشطح لبعيد. اخي جرب، عجبتك كان بها، ما عجبتك ترك. هو الحقيقه العرض مغري، خاصه انه قاعد هالكم يوم انا بلا شغل. يلا استاذ ما بدك الحسابات. لوين اخي صالح؟ بدنا نوقع العقد وفي عقد كمان؟ استاذ عم اقول لك شغلي على الاصلي. طيب اخي ابو صلح دخيل عينك، ممكن تجيب رفيقي معي؟ ليك استاذ انا ما بضمن لك يكون في غرف، يمكن كلياتها انحجزت، بس نوصل على المكتب ونشوف شو بصير معنا. الله يخلي لي اياك يا ابو صلح، يعني هذا بديع وضعه كثير سيء. مين بدي؟ لك الشاب اللي راح اجيبه معي. مين بدك تجيبه؟ لك اخي دق له تليفون لعند جيرانه وبقول لهم بدي حاكي. ماشي. يا ابو سمره يا صالح
جيب له تليفون الاستاذ. براسي دخيل عينك شرف. الله معكم استاذ. دكتور طالما وافقت ضل لك شغله واحده بس، الغرفه ببلاش. ببلاش؟ لا اكيد الموضوع فيه مسخره. السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافيه يا ابو صبري. مرحبا يا جماعه. اهلين اهلين استاذ شرفتوا يا هلا. يا سيدي شو مسخره ما مسخره؟ حضرتك ابو صبري؟ عفوا، انت السيد ابو صبري اللي بده يأجر ببيته؟ ايه نعم. ممكن تفهمني ليش بدك تأجر بيتك ببلاش؟ والله مين الاخ بالاصغراء؟ حضرته دكتور نفساني، بعته ابو نضال الدلال. اها. الاستاذ هون الاستاذ تيسير فنان. شو قلت لي ابي؟ شو قلت لي؟ فنان تشكيلي يعني يا ابو صبري. اها. لا تشكيلي بيبكي لك، المهم راح يسكن معك، ومع هيك ما سالني لا سين ولا جيم. بقى ما فهمك ابو سابر على الموضوع؟ فهمني بس ما اقتنعت. اسمع لك هلا ابني. شرفوا شباب. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم، يعطيكم العافيه يا شباب. الله عليه سليم الشباب. كم واحد لسه اصلا؟ اذا اجت الانسه ميرنا بيكون اكتمل الحدث. وامتى رح تجي ميرنا بلا زغرات؟ السلام عليكم. بس يخلص دوام الجامعه بتيجي لهون مباشره. ايوه. كمل سيد ابو صبري. لا عفوا بس استاذ، ما بدي اعرفكم على اساتذه؟ اكيد مستاجرين، حطيتهم بحسابي. ما اختلفنا مستاجرين. عندك استاذ مشهور، استاذ بديع، فنانين. والاستاذ تيسير كمان فنان. شو القصه ابو صبري؟ منقيهم تنقايه ولا صدفه؟ اعطيني العقد عمي ابو سامر مشان اوقع لك اياه، لانه معي اغراض بدي ابعتهم، بعدين بلحقك على البيت عمي ابو صبري. يعطيكم العافيه يا جماعه. مع السلامه. يعافيك. مع السلامه. ايه عمي ابو سامر، شو بالنسبه لي ولاخي بديع؟ عفوا يا شباب لو سمحتوا. طيب ما بدكم تعرفوا ليش السكن ببلاش بالاول؟ عرفنا على الطريق. طب دخيل عينك، اعطينا شي عقد نكتبه. يا الله يسلم ايدين. عقد ثاني بالله لو سمحت. انا بدي واحد بس. تفضل. شباب مطرح الاجر الشهري كل واحد منكم يحط لنا 1000 ليره مشان العقود بس. عمي ابو صبري بالله ايه بدنا نستلم البيت نحن؟ يكمل العقد. سيد ابو سامر لو سمحت اعطيني عقد. تكرم عينك على عيني دكتور. ها هيك من الاول، والله بعرف حالي انا قادر اقنع الزباين. كمل العقد. ايه بس تيجي الانسه ميرنا بيكون العدد مكتمل. عفوا يعني امتى بدها تجي الانسه ميرنا؟ تاخرت. زيادة وين رايح بالغدا رح يصير؟ وين راح يصير والكوسه ما خلص حفر؟ طيب وين رايح؟ رايح يستلم الغرفه اللي استاجرتها. ايوه معناها الشغلة مزبوطة. لكن كنت مفكرتيني عم امزح معك؟ طيب حدا بيأجر ببلاش هالأيام؟ والله هيك صار. الله يجيرنا من اللي جاي. يعني تاخر استاذ زياده، مو تاخر. ما بقى الا يصل طول بالك شوي. وإن شاء الله السيد بده يستأجر معنا. عفوا سيد ابو سامر، شو قصة الاخ كمان؟ لا قصة ولا شيء، كل اللي صار انه هذا الشاب كان مشبهها للانسة زينة بوحدة قريبته، صار بيناتهم اشكال صغير وحليناه، مو هيك انسة زينة؟ والاستاذ زيادة اللي عم نستناه شو بيشتغل دخلك؟ هلا بتتعرف عليه دكتور، شرواك بالخير، استاذ لغة عربية، مخ كبير. حلو كتير، اساتذة وفنانين، اكيد الجيرة رح تكون ظريفة. ما بقى الا يصل، طول بالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. يلا يا شباب هي كتاب النصاب، تفضلوا نمشي. بعيد البيت من هون؟ لا 5 دقائق ماشي، ما بيستاهل. شرف. يلا ايه شرف الشباب، شرف. تفضل. روحي يا ابي روحي. شرف. تفضلوا. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. تفضلوا ابي تفضلوا. بسم الله توكلنا على الله. هذا هو البيت. قيمتوا البيت حلو. هذا البيت ابي 9 غرف، 7 تحت و2 فوق، وحمام منافع فوق وحمام منافع تحت.
بقى هي الغرف قدامكم، شرفوا واستلموها. انا شخصيا بفضل الغرفه اللي على الشارع. لا والله انا افضل الحقيقه انا بفضل طب حبيبي صبري. لحظه هي- شوي انت ويا على راسي الساعه فضل وبفضل شو مو معباين عينكم لك عمي كلياتنا بنفضل الغرفه اللي على الشارع. عمي ابو صبري الله يخلينا اياك البيت لك يا ريت توزع الغرف بمعرفتك الله يستر. لك لا تختلفوا لك يا ابني، كلكم بتكونوا رضيانين ان شاء الله. انا رايي البنات يطلعوا لفوق اريح لهم. هذا الكلام صحيح استاذ. يعني عمو بنقدر نطلع نشوف غرفنا؟ اطلعي يا اسي زينة اطلعي، واذا بدك انا بطلع معك. ها لا شكرا، نطلع لحالنا، ممنونين. تعي. اخي ماشي الحال، هيك حلينا امور البنات. شو مشان الشباب؟ يعني عفوا يا جماعه بلا ما اطول حديثكم، انا بفضل انه تكون غرفتي جنب غرفه اخي مشهور. ايه والله يا ريت. إيه بسيطه، خذوا الغرفتين اللي جنب بعضهم البعض. مظبوط، طالما حابين تسكنوا جنب بعض فهدول الغرفتين جنب بعض هيك افضل. عفوا يا جماعه، يعني شايف الدكتور عم بوزع على كيفه، مع العلم انا اجيت اول واحد. العفو منكم يعني، بس اذا حدا عنده اعتراض على كلامي يتفضل يحكي، انا ما عندي مانع. لك ابني الغرف كلهم مثل بعضهم البعض. طيب ماشي، بس انا بدي هي الغرفه. يا صالح، انا وعدت الدكتور بالغرفه اللي على الشارع لانه بده يفتحها عياده. خذ الغرفه اللي مقابلها وخلصنا بقى. شو يعني لانه دكتور يعني؟